السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من ميدو الملاعب. لما تكون عارف إمكانياتك صح، عارف نقط قوة ونقط الضعف، هتعرف تسخر نقط قوتك لصالحك في الوقت الصح. يعني ايه؟ يعني انت اما تكون دارس كويس ومحضر كويس هتعرف تخلق قوة دافعة ليك علشان توصل للي انت عايزه وتحقق اللي انت عايزه. لو عايزين نشوف الكلام ده بالتفصيل ونبص عليه بالتفصيل، هنشوفه من خلال كلامنا مع بعض على بطولة قطر كلاسيك للسكواش اللي خلصت اول امبارح، سيدات ورجال. طبعا بطولة السيدات خلصت بفوز نور الشربيني بطلتنا العربية المصرية باللقب، بعد ما كسبت في النهائي على بطلتنا العربية المصرية نوران جوهر. طبعا نور الشربيني نمرة 1 على العالم ونوران نمرة 2 على العالم، في ماتش عالي جدا. وبطولة الرجال للأسف ما كانتش عربية، وراحت لدييجو إلياس بعد ما كسب على بطلنا العربي المصري مصطفى عسل في النهائي. لكن أنا عندي كذا نقطة عايز أتكلم فيهم عن بطولة قطر للسكواش. في حاجات في الماتشات أتكلم على فوز نور وفوز دييجو إلياس، وعايز أتكلم في الآخر كده على تنظيم قطر للبطولة كويس وجودة التنظيم. نبدأ بحتة المكسب. أنا هبدأ الأول ببطولة الرجال علشان عندي كام نقطة عايز أقولها على مصطفى عسل، وطبعا على دييجو إلياس اللي هو خد البطولة، البطل بيروفي. كويس، حلو. مصطفى عسل مشكلته وأزمته الحقيقية اللي خلته ما يكسبش الماتش إن مصطفى ما ركزش على نقط قوته وهو بيلعب خالص. مصطفى عسل ركز على حاجات محددة بره اللعب. يعني مصطفى عمل ماتش حلو جدا، وفي حاجات كانت فنية، لعبات فنية اتعملت انا وانا بتفرج على الماتش استمتعت بيها قوي، واللي بيتفرج على سكواش وشاف الماتش ممكن جدا يوافقني الرأي. لكن الباكج على بعضه ما كانش صح، عشان كده مصطفى اتغلب 3-0. ومصطفى مش مغلوب شوط ولا 2، 3-0. كويس. ايه بقى الحاجات اللي ركز عليها؟ مصطفى ركز على الجمهور، وان هو يحمس الجمهور. يعني لعب الماتش بعقلية لعيب كورة، والسكواش لعبة الأجزاء الثانية، فأنت ما ينفعش تسرح ولا دقيقة ولا ثانية ولا جزء من الثانية، ما ينفعش، لأن أنت سرحت جزء من الثانية الماتش راح. فده من أهم أسباب خسارة مصطفى عسل، بعكس دييجو إلياس. دييجو إلياس من أول ماتش داخل عارف قوته فين. اللي فاهم سكواش قوي هيبقى واخد باله انه دييجو كان بيطول الهجمة قوي. ليه؟ لان هو مجهوده البدني عالي، فهو يعرف يجري يمين وشمال ويطلع قدام ويرجع لورا. هو دي بيعملها بسهولة لان هو مجهوده البدني قوي بدنيا. فهو ادارته للماتش وتقديره للماتش كان احسن كتير من مصطفى، انه عارف زي ما بقول، هو عارف امكانياته كويس جدا. غير انه هو عارف انه في دور الاربعة هو لعب 3 اشواط، هو كسب علي فرج 3-0. فهو المجهود اللي عمله اقل كتير. يعني دييجو إلياس لعب 40 دقيقة في دور الاربعة. مصطفى عسل لعب ساعة و 20 دقيقة، ساعة وتلت يعني. دييجو إلياس جهز ماتشه صح جدا، فعل نقط القوة بتاعته، فبقت هي القوة الدافعة ليه للفوز، عشان كده عرف يكسب. طبعا يعني هي رياضة كده، مكسب وخسارة. انا متضايق جدا ان البطولة ما كانتش عربية ومصرية، ولكن هي ده لازم يحصل.
في الرياضة، لكن انا هنا مجرد بقول ايه الاسباب اللي من وجهة نظري ساهمت في انه مصطفى يخسر لقب البطولة. نيجي بقى للبنات. نور الشربيني بطلة الابطال، دي بطلة الابطال، ست الكل. طبعا مش معنى كلامي ان نوران جوهر سيئة، بالعكس نوران جوهر عملت ماتش كبير قوي في النهائي تحديدا يعني. نور عملت ايه؟ الماتش بدأ فنور بتتغلب اول شوط وبتتغلب تاني شوط، بقت متأخرة 2-0. فالطبيعي هنا انه الشوط الثالث ده هيخلص لنوران، خصوصا انه نور لعبة دور 4 كان طويل قوي، المجهود اللي اتعمل كان كبير جدا. نور لعبت 5 مجموعات، كسبت 3-2 على هانيا الحمامي. هانيا اساسا لعيبة متعبة جدا ولعيبة صعبة جدا، فالمجهود اللي عملاه نور اعلى. نور لعبة 5 مجموعات، يعني نور لعبة ساعتين و50 ثانية، ساعة و50 ثانية، ساعتين ل10 دقايق يعني، كويس. في حال نوران جوهر لا، لعبت ماتش ما يعني 50 دقيقة تقريبا، اقل من ساعة في دور 4 مع ويفر، كويس. فنور راحت عاملة ايه؟ اول نقطة في الشوط الثاني نور بالبلدي كده شغلت المهارات. يعني ايه؟ يعني اي نقطة ما بطولهاش. نور جابت 3-4 نقط، نوران بتلعب بالارسال، بترجع تروح نور لعباها في يعني في الحيطين وخلصت النقطة. 3-4 نقط عشان ما تعملش مجهود. الشوط اللي بعده بقينا 2-1. الشوط اللي بعده نور بقى شغلت الخبرة، تلعب بالخبرة، تلعبها على الهادي كده وتجري نوران شوية وبعد كده تطول اللعب شوية وتأثر اللعب شوية. دي الخبرة، دي الادفانتج اللي عند نور، دي نقطة القوة اللي عند نور، فخلتها قوة دافعة ليها نور، فعرفت تاخد الشوط التاني. خلاص هي ارتاحت، هي دخلت في الماتش، مسكت الماتش. ازاي عملت الكامباك دي من 2-0 ل 2-2؟ انها في شوط عرفت انه ده شوط المهارة، عشان ده الشوط اللي هيرجعني في الماتش اللي بعده. ده زي ما قلت الخبرات. الشوط الثالث كانت خلاص نور كانت مسكت الماتش. طبعا اصابة نوران جوهر الف سلامة عليها، ولكن مش بس يعني اصابة نوران جوهر، انا وانا بتفرج قلت الوقت اللي حصل الوقوف ده هيفرق مع نوران، هيفرق لصالح نوران يعني. لكن فرق لصالح نور ليه؟ لان نور عرفت تلعب بايه في الوقت ده. ايه اللي انا محتاجاه؟ انا محتاجة المهارات مع الخبرة، الاتنين مع بعض، مش بقى حاجة واحدة، الاتنين مع بعض، عشان اعرف اخلص ماتش واوصل واخد اللقب. طبعا في الاخر مليون مبروك لنور الشربيني، حظ اوفر اكيد لنوران جوهر، وعملت ماتش حلو قوي. نوران الصراحة لاعبة مميزة جدا، وفي الاخر احنا سعادتنا ان البطولة عربية، البطولة مصرية. نوران، هانيا، مفيش مشكلة. كنا يعني نتمنى، او انا كنت اتمنى ان بطولة الرجال برضو تكون عربية ومصرية، بس ان شاء الله قادم احسن وافضل للولاد، وان شاء الله البنات يكملوا، نور ونوران وهانيا وفيروز وكل الابطال بتوعنا، وان شاء الله نتكلم تاني عليهم كده واحنا فرحانين وفي انجاز عربي مصري في السكواش. اخر حاجة عايز اقولها، ودي شهادة حق، قطر كل مرة بتثبت انها في تنظيم البطولات الرياضية والمحافل الرياضية قطر الافضل، قطر الافضل، مفيش كلام، الافضل. بطولة السكواش جودة عالية جدا، قبلها كاس العرب وكاس العالم في الكورة، بطولة عربية لكرة السلة، قطر الافضل في تنظيم البطولات، فبرافو عليهم. مليون تحية الصراحة لاخواتنا في قطر على حسن التنظيم وجودة التنظيم.
فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين. ربنا يحفظ فلسطين ويحفظ لبنان. ربنا يحفظ امهاتنا وابائنا، بناتنا واولادنا، اخواتنا واخواتنا. ربنا ينصر المقاومه الفلسطينيه ويسدد رميها على كيان المرتزقه المجرم القاتل الغاصب للارض من 76 سنه. فلسطين واهلنا في فلسطين هم اطهر شرف الامه العربيه. كده اكون وصلت معاكم لاخر حلقه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، واتمنى يكون موضوعنا لاعجابكم، واترككم في رعايه الله وامنه وحفظه وسلامته. على ان القاكم في حلقه جديده من ميدو الملاعب. عاش العرب، كل العرب. عاشت فلسطين حره عربيه ابيه، بكل العرب ولكل العرب.